ابو علي صديقي ركبنا عربيته وقال لي تعالى اوريك حدث ما حصلش قبل كده. دخلت لقيت نفسي في باركنج حوالي 4000 متر، فضل ماشي بالعربيه. ايه يا ابو علي احنا رايحين فين؟ لقيت نفسي على محور جنس وابي. الله، ايه يا ابو علي المكان الحلو ده؟ قال لي تعالى انا هوريك اكبر مول هيتفتح في مصر وفي الشرق الاوسط. معقول يا ابو علي؟ فين ده؟ قال لي على المحور نفسه. ايه ده؟ رحت ماسك الموبايل ورحت مصور. قول لي بقى يا ابو علي ايه الموضوع ده يا ابو علي؟ قال لي انا اخدت المول ده وهأجره معارض الموبيليا والادوات المنزليه والاقمشه. كل ما يخص الموبيليا هيكون في قلب المول ده. ما هو مساحته كبيره. يا ابو علي ده مول حلو جدا. قال لي ايوه، من زي ما حضراتكم شايفين، من السريع ومن البطيء، وكمان في 3 مداخل. 3 مداخل، ايوه 3 مداخل. الله، ايه ده باركنج تاني ده يا ابو علي؟ ايوه باركنج تاني. المكان ده كده اهو بيركنوا فيه الناس اللي هم جايين ياخدوا حاجه بسرعه وماشيين. لكن الباركنج الرئيسي ده 4000 متر. لا دخلني بقى الباركنج فرجنا عليه. دخلت من هنا من المدخل الاولاني اللي جنب البنزين على طول. وبعد ما دخلت المول لقيت حاجات ولا في الاحلام. لقيت ايه؟ لقيت ارتفاع المحل 7 متر، يعني اقدر اخد المحل واروح عامله دورين. يبقى انا كده استفدت بالمساحه. طب واخبار الدعايه يا ابو علي؟ قال لي انا هعمل فتره دعايه طول السنه، هعمل دعايه. هخلي المول ده مفيش حد في مصر ما يعرفوش. ورحت راكب العربيه وقلت بسرعه ابلغكم. تحياتي فنان الرحاب.